السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال 6 ابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. تعالوا بينا نبدأ كورس تمهيدي في منهج الدراسات الاجتماعية. قبل ما نبدأ شرح الدروس، يعني ايه الوطن العربي أو ما المقصود بالوطن العربي؟ هو عبارة عن مجموعة من الدول العربية اللي بتجمعها 3 حاجات: تاريخ ولغة وكمان ثقافة مشتركة. يعني التاريخ مشترك ما بين الدول العربية وبعضها البعض، كمان اللغة واحدة اللي هي اللغة العربية، والثقافة مشتركة ما بين كل الدول العربية. ايه هو النظام القبلي؟ ما المقصود بالنظام القبلي؟ هو عبارة عن نظام متكون من قبائل متفرقة، يعني قبائل متفرقة في أماكن مختلفة. كل قبيلة منهم لها شيخ، الشيخ ده بيحكم القبيلة، زي قبيلة قريش اللي موجودة في مكة. يبقى النظام القبلي هو عبارة عن نظام بيتكون من قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ بيحكم القبيلة دي. من هم الأنصار؟ يا ترى من هم الأنصار؟ هم سكان المدينة اللي نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، استقبلوه واستقبلوا المهاجرين ونصروا الرسول في دعوته ونشر الإسلام. المرتدين، ما المقصود بالمرتدين أو من هم؟ هم اللي رفضوا يدفعوا الزكاة، وبعض من المرتدين دول ادعى النبوة وادعى ان هو نبي زي مسيلمة الكذاب. يبقى المرتدين ارتدوا عن الإسلام. ازاي رفضوا يدفعوا الزكاة؟ وبعضهم ادعى النبوة وقال ان هو نبي زي مين؟ مسيلمة الكذاب. أول أسطول بحري في الإسلام اتعمل بأمر من الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الأقاليم المناخية في الوطن العربي 3 أقاليم. عندي إقليم البحر المتوسط، وكمان الإقليم الصحراوي الحار، والإقليم المداري. التصحر عبارة عن ايه؟ تناقص قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج. يعني أنا مثلا عندي فدان بينتج كويس قوي، مع الوقت بدأ يتعرض للتصحر ونقصت قدرته على الإنتاج. يبقى التصحر هو تناقص قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج. بدل ما كانت مثلا بتنتج لي 100 كيلو من المزرعات أو الفواكه والخضروات، لا بقى 50 كيلو بس. القدرة ديت لما قلت بقى اسمها ايه؟ التصحر. يا ترى ايه هي انواع الصناعات اللي موجودة عندي في الوطن العربي؟ في صناعات استخراجية وكمان صناعات تحويلية. يبقى عندي نوعين من انواع الصناعات اللي موجودة او متوطنة عندي في الوطن العربي. صناعات استخراجية هنعرفها ان شاء الله واحنا بنشرح الدروس والفيديوهات. كمان عندي صناعات تحويلية. التجارة البينية العربية، ايه هي التجارة البينية العربية؟ صادرات وواردات، بتتكون من ايه؟ سلع وكمان خدمات. الصادرات والواردات دي اللي هي السلع والخدمات بتتنقل بين الدول العربية وبعض. يعني مصر بتصدر وبتستورد من الدول العربية سلع وخدمات. السعودية بتصدر وبتستورد للدول العربية ايه؟ سلع وخدمات. يعني معروف ان السعودية بتصدر البترول، دي اسمها ايه؟ سلعة بتدخل ضمن نطاق ايه؟ التجارة البينية العربية، اللي هي الصادرات عامة والواردات عامة من سلع او خدمات بيتم تشاركها بواسطة ايه؟ الدول العربية. كل دولة عربية عندها سلعة او خدمة بتقدر تصدرها، او ناقصها سلعة او خدمة بتستوردها من غيرها من الدول العربية. دي اسمها ايه؟ التجارة البينية العربية. حبايبي الحلوين، انا كده خلصت كورس النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم. استنوني قريب في شرح المنهج بإذن الله. كانت معاكم مس مروة، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.